فقال له ان كاري سافر لاخته. وبيلي اول مره يسمع ان كاري ليه اخوات، فقرر انه يروح يزوره بالليل، بس مراته رفضت تدخله البيت. وبيلي سالها هو كاري خس الفتره اللي فاتت دي، فمراته خافت وسالت بيلي اذا كان قبل الراجل العجوز، وقال لها انه قبله. فحكيت له ان الراجل العجوز لمس كاري وقال له انه هيبقى سحليه، وبعدها كاري اضطر يختفي بسبب ان نصه اتحول لسحليه. وبتتعصب على بيلي وبتقول له ان انت السبب في اللي حصل علشان قتلت الست الغجريه. وبعدين ما كانش مصدق ان كل ده بسبب لعنه الغجر. بعدها بيلي اتصل بريتش وبيساله عن لعنه الغجر، ووالده ريتش قالت لهم ان اللي عمل اللعنه هو بس اللي يقدر يفكها. وبعدين بيلي حكى لهايدي موضوع اللعنه، بس بتكون مش مصدقه وبتقول ان دي خرافات وانه لازم يعمل تحاليل. وبعدها بيلي راح لدانكن لقاه هو كمان اتلعن، ووشه وجسمه وارمين بعد ما الراجل العجوز لعن. وبعدين دانكن ادى مسدس لبيلي وقال له يقتل الراجل العجوز لانه مش هيوافق يفك اللعن، بس بيلي بيرفض وبيمشي. وهو بره سمع صوت المسدس وعرف ان دانكن انتحر، وبعدين روح.